بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة تشارك، شكون اللي ما فينا ما يحبش تشارك الحلوى التقليدية اللي كامل نبغوها، وكاين بزاف بنات ما ينجحوش فيها. هذا الوصفة ان شاء الله اذا جربت تبعتيني خطوة بخطوة وجربتيها راح تنجحي فيها باذن الله. نبداو في تحضير الوصفة نتاعنا على بركة الله. نبداو في تحضير الحشو. هو الاول عندي كاوكاو محمص ابيض، ما تحمصوش احمر بزاف، ومرحي ومصير. نديرو منه 3 كيلات. هاني كيلته من قبل بس حنكيلو هنا قدامكم. ندير 3 كيلات. انا درت كيلة صغيرة يعني تاع الكاس. حبيباتي الكاوكاو شريو النوعية الجيدة وما تحمصوش احمر ابيض. غير سخنوه في الفور يكون ساخن وديروه هكا. نديرو 3 كيلات كاوكاو مرحي ومصير، ونديرو كيلة ناقصة اصبع سكر، ونصف ملعقة زبدة. واذا درتي الكيلة تاعك كبيرة ديري ملعقة كبيرة. نديرو لافاني كمية مليحة 2 ملاعق صغار، والمزهر. المزهر هنايا يعني ما كاش كمية محددة، نلمو بالمزهر. ندخلو مليح الزبدة تاعنا في الكاوكاو ولا لوز ولا اللي درتيه هكا. ندخلو مليح الزبده تاعنا. ونبداو نلمو بالمزهر. لمو وعجني مليح. شوفي اعجني مليح الحشوه تاعك باه تقعد لك طريه، والسكر هذاك يذوب وتقعد لك طريه لابعد مده. اعجني مليح الحشوه تاعك، ما تلميهاش وتخليها، لا لا، اعجنيها مليح وخليها تريح واحد ساعه هكا وبداي خدمي بها هكا. نعجنو مليح. نزلو شويه مزهر ونعجن. تعجنيها السكر تاعنا راح يذوب، وكي تزيدي تخليها تريح راح يزيد يطلق ويذوب مليح، يعطيك واحد الحشوه بنينه وطريه هكا. دروك الحشوه تاعنا راهي واجده، نخليوها تريح ونروحو نحضروا العجينه تاعنا. نحتاج 250 غرام زبده تكون غامولي بدرجه حراره المطبخ. عندي صفار بيضاء، عندي لافاني، ومزهر عندي 80 غرام. نخلط بالباتور، يعني تقدري تديريها باليد، تخدميها مليح الزبده تاعك مع المزهر باليد، لكن الباتور راح يساعدك ويدخل المزهر مليح داخل الزبده. باليد راح تجيك شويه صعيبه. ونبداو نضيفوا الفرينه تاعنا. هنا الفرينه لازم تتغربل. الفرينه مش ما كاش زعما مقياس محدد. لمي بالفرينه حتى تحصلي على عجينه تكون شويه طريه هكا. احنا نلمو بالاصابع. لمي غير بالاصابع تاعك، مش ما تعجنيش، حذاري انك تعجني التشارك تاعك، عجينه التشارك عفوا، ما تعجنيهاش، لميها برك هكا. نزيدو الفرينه تاعنا بشويه ونغربلو. الفرينه لازم تتغربل هكا. ولمي باطراف الاصابع، لمي برك تعجنيش. هنا نسيت الملح، نديرو قرصه ملح في المرحله هذه. ولمي عجينتك هكا. هنا مازال العجينه تاعي راهي تتلاصق في يدي. خلاص العجينه هنا راهي واجده. جات ما شاء الله طريه ما تتشققش. راني درت قدامكم كل شيء بالخطوات. لا تبعتي الخطوات وتبعتي المقاييس راح تنجحي في التشارك تاعك. هنا العجينه درتها 35 غرام. راح نوزن العجينه تاعي، درتها 35 غرام.
والحشو درتو 17 غرام. حبيتي ديري 16، انا 17 جاني سوا مع العجينه تاعي جاني سوا. نحلو العجينه تاعنا هكا، نحلوها رقيقه شويه، ما تجيش رقيقه بزاف كما تاع البقلاوه ولكن تجي رقيقه هكا. ما ترشي لها لا فرينه لا والو، حليها هكا. نديرو الحربوش تاعنا تاع الحشو، ونبداو نغلقو في حبه التشارك تاعنا هكا غير بشويه. غلقي وضغطي، خرجي الهواء من العجينه تاعك، لازم تخرجي ضغطي باه يخرج الهواء من العجينه هكا. ونصوديو مليح الحلوه تاعنا، نغلقوها مليح. غلقي مليح الحربوش تاعك هكذا. وشوفي كيف عندك، ما تمسيش الوسط، غير على الاطراف. دوري 2 دورات ولا 3، حربشيه غير خطره ولا 3 خطرات ولا 4 هكا، وشكلي الهلال تاعك هاك. يعني طريقه سهله وما طلبش منك بزاف جهد. نزيد لكم حبه، يعني والله حبيباتي الوصفه هذه ما شاء الله انا قريتها، ودا هذه هي الوصفه تاعي اللي نعتمدها. قريتها في مدرسه خاصه، وهذه هي الوصفه تاعي اللي راني نخدم بها. نزيد ندير الحربوش وندخل ونخرج الهواء من العجينه تاعي. دوري غير بشوي ونغلقو مليح الحربوش تاعنا. تاكدي انك تغلقيه مليح. تاكدوا حبيباتي اني نعطيلكم الوصفه كيما قريتها انا، كيما راني نعطيها لكم. دوري هكا، ما تكثريش انك تلعبي بالعجين بزاف حتى يدير لك العلك، لا غير دوري غير شويه وخلاص. وشكلي الهلال تاعك. اذا حبيتي خلي العجينه تاعك تريح حوالي ساعه ولا نص ساعه، ولا كنتي مزروبه دخليها غير شويه المجمد. هنايا تثقبيها، لازم تثقبيها. وكي تثقبي تاكدي انه دخلي مليح الكوردون تاعك، دخليه مليح داخل العجينه ودخليها طيب على درجه حراره 190 درجه لمده ما تفوتش 18 دقيقه. لازم التشارك تاعك ما يطيب ابيض. ونديرو خلطه التسكر اللي هي فنجان زهر، مغرفه سكر رطب ومغرفه فرينه، نخلطوهم مليح. هنايا هاو التشارك تاعي بعد ما طاب جا ما شاء الله. شوفي طيابو ما طابش بزاف، جاب الطياب تاعو ابيض، جا شويه دوغي من فوق. خلاص نديرو التشارك تاعنا داخل داك الخليط اللي خدمناه، نقطروه مليح ونمسحوه بالبابي ونديروه داخل السكر تاعنا. والسكر لازم يكون مغربل، لازم حبيبتي يكون السكر تاعك مغربل، لازم تغربليه هكا. نكملوا نسكر كامل الحبات تاعي. انا هنايا التشارك تاعي لملاحظه مش راح نسكرو كامل، سكرت هذه الحبات برك باه نوري لكم في الفيديو، والباقي راح نخبيه قعدوا يومين العيد ولا نهار باه نسكرو. ما تسكروش التشارك تاعكم قبل العيد بايام كثيره، راح باه يقعد لكم فريش ويجي بنين والتسكر تاعو ما يفزتش. وكي ديريه في السكر خليه 10 دقائق الى ربع ساعه، لازم تخليه مليح داخل السكر. ومن بعد خرجيه ومسحيه مليح، لازم تمسحيه من السكر مليح تنفضيه. وديري له رشه من السكر. هذه الرشه هذه
من الاحسن انك ديريها عند التقديم، يعني قبل ما ديريه في لي ديري الرشه هذه تاع السكر وديريه في لي تاعك وقدميه بالصحه والهنا ان شاء الله. وهذا هو التشارك تاعنا، جا ما شاء الله، جا روعه، يعني ان شاء الله يا ربي تجربوه، وقد ما نشكركم فيه مش كما اللي تجربوه، راني عطيته لكم بكامل الخطوات، ما خبيت عليكم حتى خطوه، وراني حنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. واذا عجبكم الفيديو تاع اليوم خليوا لي جيم وكومنتار واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم الجديد تاعي. وانا ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.